السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك اخوكم مصطفى من جديد ان شاء الله في حلقة جديدة في قناتكم يوميات غاوي بادجي. النهارده بفضل الله هنتكلم عن تركيبة مهمة وهي عليها طلب وعليها قبول جامد جدا 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 في التصدير. فالتركيبة دي بفضل الله هنقول لكم تفاصيلها ومحتويات التركيبة ومكونات التركيبة بمنتهى البساطة. هي يا جماعة تركيبة الباندد سكري في الماضي. هي طبعا بيقولوا عليها طبعا باندد شوكر، بس انا مش عارف كلمة شوكر دي ما بتريحنيش شوية. فاحنا هنقول الباندد رمادي سكري. تمام. التركيبة دي بفضل الله مكوناتها سهلة جدا وتفاصيلها سهلة جدا، بس انت تركز لان ان شاء الله شوية معلومات هنقولها لك. ما تحاولش ولا تجري الفيديو ولا حاجة، اسمع المعلومات عشان بفضل الله ما تسبقش حاجة وبعدين تنقصك حاجة يعني. فاحنا هنتكلم عن التركيبة وهنقول لك مكوناتها ايه بمنتهى البساطة، وهي سهلة جدا جدا جدا. الباندد سكري يا جماعة اللي هو الباندد سكري برمادي طبعا أسعاره بقت غالية جدا وعليه طلب كبير جدا لدرجة إن هما العصافير منه العادية اللي هي مش بفلل ولا طفرات فلل ولا هكذا بيتباع تقريبا. الجوز وصل في الأسواق دلوقتي حوالي 300 400 لغاية 500 جنيه، الله أعلى أعلم يعني، ده أنا آخر سعر سامعه يعني. فهي النهاردة على فلل طبعا هتبقى أسعارها أغلى، بتعدي الألفات طبعا، 1000 2000 3 4 الله أعلى أعلم برضك وصل لغاية كام على حسب برضك نزول الفيديو. بس هي في الوقت الحالي اللي أنا بتكلم فيه هي تركيبة مطلوبة وعليها إقبال جامد جدا 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 من إخواتنا خصوصا اللي في العراق، هم اللي طالبينها بشكل شديد جدا. فأنت تحاول النهاردة بأقل الإمكانيات إنك تعمل التركيبة دي، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك وتفرخ البندل سكر الماضي، او زي ما بيتقال في الاسواق البندد شكري او الشكري برصاصي. اولا بصوا يا جماعه، لازم يكون في التركيبه ديت حاجه زي البندد دبل اللي هو الذكر اللي هو على الشمال ده. تمام. او يعني بصوا بمنتهى البساطه لازم يكون في عامل السكري او الجولدن. يعني بصوا بقى احنا بنتكلم ببساطه وانتوا طبعا متعودين معايا وانا متعود اذلل اي صعوبات واي مفاهيم واي مصطلحات تكون بتاعة الهواة للهاوي المبتدئ عشان يقدر يبقى معانا في الموضوع. البوند الدبل فاكتور ده يا جماعة ده الذكر بفضل الله، زي ما انتم شايفين مستوى لا قوة الا بالله. يعني حاول برضك بقدر المستطاع طالما هتعمل تركيبة من الأول يبقى أنت حاول بفضل الله يكون الحاجات اللي أنت تبدأ بيها المكونات بتاعتك بفضل الله يكون مستويات كويسة. يعني حاول يكون الفلل كويسة بحيث إن أنت بفضل الله حتى لما تيجي تفرخ التركيبة وتتعب وتسعى مع التركيبة تلاقي المردود إن شاء الله بإذن الله كويس يعني. فاحنا يعني توفق لك انك تلاقي فوله كويسه ماشي، ما توفقلكش خلاص يعني اشتغل بالمتاح، انا ما عنديش اي مشكله. وفي خصوصا في موضوع العصافير هي هوايه اصلا، فانت المتاح عندك ابتدي تشتغل عليه. يبقى زي ما قلنا الدكر باندد دبل فاكتور اهو. ومعاك بقى حلين ثلاثه. يعني ايه حلين ثلاثه؟ دلوقتي في موف هنا زي ما احنا شايفين وفي الماضي. طب هو بس يعني بمنتهى البساطه كده عشان برضك اخواتي اللي هم ايه بيتوهوا ساعات في الالوان وفي التركيبات. يا مصطفى طب ايه فرق الموف وايه الفرق الرمادي والاتنين قريبين من بعض والاتنين ساعات بيختلط بينا الامر ان احنا بنشوف في الاتنين واحد. طبعا هنتكلم في حلقه مخصوصه عن الفرق ما بين الموف والرمادي. بس هو في التركيبه مش تفرق معانا قوي. يعني هو في التركيبه بتاعتنا بتاعه الباندد سكري بالرصاصي مش تفرق معانا قوي. ليه؟ سواء انت لقيت عصفوره او عصفور موف او رمادي بفضل الله الاتنين هينفعوا معانا في التركيبه. يعني بفضل الله الاتنين هينفعوا معانا في التركيبه. بمنتهى البساطة الرماد يا جماعة بيبقى لون الخد فاتح شوية. لون الخد اللي هو فوق مش العقد، انا بقول الخد دلوقتي بيبقى فاتح شوية. الموف بيبقى لون الخد غامق شوية بمنتهى البساطة. مش هقول لك بقى لون الخد بتاع الموف لازم يكون بنفسجي وبعدين هاجي اقول لك الرمادي لازم يكون ازرق. لا لا لا، انا هبسط لك الامور، هما الاتنين درجات من درجات الازرق. فهنقول فاتح شوية وغامق شوية عشان اخواتي اللي بيتفرجوا علينا ما يتوهوش معايا. طيب لقيت موفا مفيش مشكلة، لقيت رمادي مفيش أي مشكلة. طيب في عنصر تاني. هما دايما في التركيبة بيحاولوا يقول لك ادي الايه الجولدن ويكون كمان النتاية اللي معاه جولدن، يكون النتاية اللي معاه جولدن. طب مش مهم برضه. ليه مش مهم؟ لأن بفضل الله برضك ده من خبرات المربيين، وأنا أقل واحد في المربيين برضك ده بيفرخ الباندد اللي هو السكري برصاصي وده بيفرخ الباندد السكري برصاصي. نفس فكرة الرينبو، انت لما بتدي عصفور دبل جولدن لعصفوره وايت مثلا بتلاقي ما شاء الله في العش بيطلع لك جولدن بمنتهى البساطه. تمام. طيب ايه الميكس او ايه الفكره بتاعت التركيبه؟ الفكره بتاعت التركيبه العصفور اللي هو البند اللي احنا شايفينه ده بدل ما الرين بيبقى فايلوت او ازرق زي ما احنا شايفين يبقى لونه رصاصي كده او موف. يعني لونه رصاصي او موف، هي كل القصه في الميكس
ان انت بدل ما العصفور انت شايفه دوت البند دوت يبقى لون جسمه او الرمب بتاعه ازرق زي ما احنا شايفين كده او فيروت، لا يبقى لونه رصاصي او رمادي. ده كده مجرد ما يبقى العصفور اللي انتوا شايفينه دوت لون الرمب دوت اللي هو في الظهر او البطن بقت رصاصي او رمادي، خلاص هو كده بقى بندد بندد سكري رصاصي زي ما بيقولوا او بندد شوكر. تمام. فالتركيبه سهله اهو، احنا جايبين لكم اهو بصوا المكونات بتاع التركيبه بمنتهى البساطه عشان محدش يتوه ولا يعني تخلف عليه الامور. يعني لقيت النهارده النتايه لونها الدماغ بتاعتها وايت، مفيش مشكله. لقيتها جولدن، خير مع الذكر. المهم يكون في احد من العناصر حته جولدن وحته وايت يعني. لكن يعني مش هقول ما ينفعش، هو كله تدابير ربنا وارزاق ربنا. يعني حاول ما تخليش الاثنين وايت، لا حاول تخلي حته جولدن سكري كده او حته وايت. يعني بصوا اخلف، يعني بصوا دايما يكون حته كده وحته كده، بحيث بفضل الله لما تيجي حته لونها جولدن هتبقى بفضل الله مع الباندد رصاصي دوت هيبقى خلاص كده عصفور زي ما اتقال عليه شكري. تمام كده كويس كده، ووصلت كده المعلومات كده يا جماعه. انا بتكلم ببساطه وبحاول ابسط الامور قوي. تمام كده. طيب ممكن يا مصطفى التركيبه دي يضاف لها حاجه تاني؟ يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا مصطفى بدل ما يكون الباند دوت جولدن كده او سكري يبقى باند ابيض عادي ازرق وايت، والذكر او الانثى تبقى لونها وشها جولدن موف او رمادي. ينفع، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. بس الفكره لازم يكون في حته باندد وحته زي ما احنا شايفين كده نورمال او اوبلاين. يعني المهم الفكره ايه بقى اللي توصل في الاخر؟ يكون في حته باندد ليه؟ عشان بعد كده العصفور اللي هيجي على باندد يبقى واخد الرصاصي ده او الرمادي دوت على الشكل ده، فهيبقى كده عصفور شكر اللي هو مطلوب والسوق عليه تهافت كبير جدا. فالتركيبه احنا اهو بنبسط، وبصوا الامور كلها ان شاء الله بنحاول نخلي الامور تبقى متضحه عشان اخواتنا اللي بيبتدوا يشتغلوا على التركيبه. طبعا دي العصافير لسه صغيره، فلسه بفضل الله بعد القلش الوانها هتحلو عن كده. تمام. فيبقى النهارده انت تركيبتك قلناها لك بمنتهى البساطه اهو. تركيبه ما فيهاش اي اعتقد صعوبه، ولا الكلام اللي احنا قلناه ده اعتقد فيه صعوبه. انت كل الفكره حته جولدن على حته وايت ما فيش مشكله، الحتتين جولدن ما فيش مشكله. المهم يبقى في حته باندد، يبقى في حته باندد بفضل الله، سواء باندد جولدن او سكري او باندد بيضه، المهم يكون في حته في الاثنين، حته جولدن وحته وايت. انا باكد الكلام عشان اخواتي واصحابي اللي بيتفرجوا ومتابعين ما ينسوش المعلومات ديت عشان يركزوا لما يجي يشتغل على التركيبه. تمام. طب يا مصطفى ينفع مصطفى مثلا تبقى في حته منهم باندد مثلا كلير او سبانجل؟ لا هو مش هيبقى مستحب قوي، لان هي الفكره ان هم التركيبه الناس يعني طول ما هي شغاله عليها طبعا بتاخد من الخبره معلومات، فهي التركيبه انجح حاجه ليها ونجحت مع الناس كلها ومعانا شخصيا زمان حتى قبل ما يبقى في فكره الباندد الشكر دوت المطلوب، كانت فعلا التركيبه بتطلع كده من الالوان اللي احنا بنقول لكم عليها ومن اللي احنا شايفينه قدام عينينا. فالتركيبه النهارده مش صعبه، التركيبه سهله جدا. بس اهم حاجه وانت شغال زي ما بنقول في الاول، دي نصيحه بقى من اخوك مصطفى، حاول يبقى الفوله اللي معاك كويسه، حاول الدماغ تبقى كويسه عشان بفضل الله الحته كمان يعني بفضل الله اللي تطلع لك يبقى مستواها قوي، مش مجرد انت انتجت الشكري وخلاص زي ما بيقولوا كده. لا يبقى انت انتجتها مستوى حلو. يعني انا مثلا دولت مثلا نتايتين وذكر اهو، الذكر اللي احنا شايفينه البندل السكري دوت او الدبل ده، ومعاه انت اللي جنبه على طول واقفه دي اللي هي وشها هيطلع جولدن، وفي انت وايت هناك. انا متخيلين انا مش هديله اللي هي الجولدن دي، لا انا هديله الوايت. ليه الوايت؟ عشان الوايت حجمها احسن، ريشتها احسن، كثافه ريشها احسن، مستواها اقوى، دماغها اقوى زي ما انتم شايفين. وبفضل الله كمان عشان الذكر دماغه فيها قرن بسيطه قوي، فبالتالي النتايه تظبط لي الفرخ يبقى الفروخ اللي تطلع بفضل الله دبلات يعني دبلات كريس، يعني الدماغ دي متسرحه والشاشه كويسه. يعني انت دايما حاول تتفكر وانت شغال كده، مش فكره التركيبه وخلاص اطلع الطفره وخلاص، لا افكر اطلع الطفره بفضل الله بشكل محترم، وتكون طفره كمان مستواها محترم. طبعا هو كله توفيق من عند ربنا وكله يعني نصيب وكله رزق. بس يعني انت كل ما يعني تجتهد وتحاول يعني تسعى وتاخد بالاسباب هتلاقي الطفره بفضل الله تطلع لك ان شاء الله ان شاء الله. يعني اللي انت بتتمناها هي دي بس اللي احنا عايزين نوصلها لاخواتنا. فالبندد شكري زي ما بيتقال عليه، ما بحبش اقول شكري ديت خالص بصراحه، لان اسم تحس ان هو مصطنع كده ما فيهوش متعه كده. لا احنا هنقول بندد رصاصي. تمام. لا هنقول بندد رصاصي توصلوا ازاي عشان توصل ازاي للشكل دوت، بس على رمب رصاصي او مو او رمادي، ونفس القصه البطن، ويبقى نفس القصه يبقى عصفور شكر زي اللي احنا بنقعد نشوفه ونقول ده بندد. فهي التركيبه اهي واضحه، متهيألي كده التركيبه وضحت، متهيألي كده المعلومات بمنتهى البساطه كده وضحت.
تركيبه سهله ما فيهاش تعب، لان بفضل الله من اول عش هيجيب لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الباندد اللي هو الرصاصي دوت. فاشتغل على التركيبه واجتهد، وان شاء الله برضك مستني تعليقاتكم، مستني كل حد من اخواتنا وحبايبنا عنده اي استفسار او اي ملحوظه او اي معلومه يحب يضيفها لنا. احنا كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنستفيد من بعض، وهي القناه يعني معموله عشان كده، عشان كلنا نحاول ننقل خبراتنا لبعض. كل واحد مر بخبره يحاول يوفر على صاحبه او صديقه الطريق اللي هو يمشي فيه، فيقول له المعلومه، فهو بفضل كده وفر عليه وقت يعني ما خلاش ضيع وقت. فنتمنى ان شاء الله ان شاء الله المعلومات دي البسيطه دي عن تركيبه الباندل رصاصي او الباندل السكري دوت برصاصي يكون ان شاء الله وصلت الفكره. وان شاء الله نتمنى الخير للجميع، ولو اللي فات حلو فاللي جاي احسن بامر الله. ما تنسوش الهوايه نوايا، وكان معكم اخوكم مصطفى. وما تنساش لو عجبكم المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه. ونتمنى الخير والتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.